السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يالّا نعمل الزبادي. معايا كيلو من اللبن، غليته وسِبته يبرد تمامًا كده، يعني دافي حاجة بسيطة، هاحط صُبعي كده أستحمله كده إن هو يكون دافي واستحمل إن هو ما يكونش سخن جدًا. أجيب بقى علبة زبادي كده ما تكونش برضه من التلاجة، تكون بدرجة حرارة الغرفة، هادوّبها كويس بمعلقتين كبار كده من اللبن، بعد كده هانزل عليها في الحلة بتاعتنا ومعلقة سكر وبالهاند blender أو الخلاط، هنضرب كام ضربة كده يعمل فوم عشان يعمل كده طبقة قشطة في الطبق كده بتاعنا. كده بقى خلاص كده زي ما أنتم شايفين، هاحط بقى في الطواجن بقى ديّة، في الكوبايات، في أطباق تانية، براحتكم خالص زي ما أنتم شايفين. طبعًا أنا مسخّنة الفرن قبليها بربع ساعة، وبعد كده طفيت عليه وسِبته مقفول. بعد كده بقى هاجيب صينية وهاحط كل الكوبايات دي كلّها وهانزل عليها بمَيّة سخنة، مَيّة سخنة جدًا لكن مش مغلية، لحد تِلت الكوباية كده أو تِلت الطبق، هاغطّيها بقى بفوطة وأدخّلها كده الفرن لتاني يوم، ما حدّش يفتح الفرن عليه. زي ما أنتم شايفين ما حدش يفتح خالص لتاني يوم. تاني يوم بقى أخدتها كده ودخلتها التلاجة، بس أنا يعني غطيتها كده بالستريتش وخلّيتها. بُصّي بقى الجمال والتماسك تحفة، كريمي، كريمي، كريمي. بُصّي الوش، دي طبقة الوش بس القشطة اللي فوق. بُصّوا بقى الزبادية عاملة إزاي، بجد خطيرة ومسكّرة وتحفة وتاكلوها من غير أي إضافات. يا رب الوصفة تعجبكم.